ازيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده وصفة حلوة خالص، ولا تقول اطياب ولا تقول كوكي ولا اي حاجة خالص. هنعمل مع بعض طريقة حلوة خالص البانيه بتاعت الشركات، بطريقة حلوة بطريقة سهلة. شايفينها ناشفة من بره وطرية خالص من جوه، زي ما انتوا شايفين كده معانا في الفيديو. لو أول مرة يشوفني، انا جيجي، دي قناتي الرسمية على اليوتيوب، قناة يوميات مع جيجي موسى. لو أول مرة يشوفني دوس لايك واشترك في القناة عشان القناة تكبر بكم يا حبايبي. يلا نشوف الطريقة نعملها مع بعض ازاي. عندنا هنا كيلو من الصدور، مقطعينها مكعبات صغيرة. اهم حاجة يكون غسلة الفراخ بتاعتك حلو، الصدور بتاعتك حلو خالص عشان يبقى حلوة معانا. ومقطعينها مكعبات صغيرة. عندنا هنا الكبة بتاعة الخلاط، هنا هنفرم المكعبات بتاعتنا في الكبة زي ما انتوا شايفين. لو عندك كبة كبيرة هتاخد الفراخ بتاعتك كلها. لو كبتك صغيرة زي بتاعتي كده هتاخد شوية شوية. هنفرم مع بعض الفراخ. هي هنا الطريقة دي بتتعمل بالصدور، او انت لو عندك وراك في البيت وصدور ماشي، بس لو افضل صدور بس عشان بتطلع حلوة. والصدور على الفرم بتاع الكبة مش بياخد وقت. ماشي، تروح للراجل تقول له عايزة كيلو صدور مخلي، وانت تروحي او هو يقطعلك مكعبات او انت اللي تقطعيها في البيت زي ما انت عايزة. هنفرمها حلو خالص في الكبة لغاية ما نخلص الكمية كلها عشان ما اطولش عليكم. هنا خلصت الكمية، شايفين فرمناها هي خشنة شوية. هنرجع كده كده هنفرمها تاني. مش يا حبايبي، عندنا هنا فوتوجار، ربع كيلو فوتوجار. تروح تقول للعطار عايزة ربع كيلو فوتوجار، عنده فوتوجار بارد وفوتوجار حار زي ما انت عايزة. هو الكيلو ب20، مش غالي يعني، هاتوا ربع ب5. تمام حبايبي. وعندنا هنا 2 مرقة دجاج فوري، هنحطها تعزز طعم اكتر وتدي لها ريحة احلى. هنخلط الخليط كله مع بعض. انا الصراحه عملتها بارد عشان عندي اطفال مش هيقدروا ياكلوا الحراج، عشان الحراج بحراج خالص. نخلط الخليط كله. شايفين حبايبي، فخلطنا الخليط كله مع بعض. هنرجع نفرمهم تاني في الكبة بتاعة الخلاط. عندي الكبة بس كبيرة تعملهم على مرة واحدة. هنحطهم كده مع بعض. ما تنسيش تشتركي في القناة وفعل الجرس ودوس لايك يا حبيبة قلبي. هنحطهم كده كلها. وعندنا هنا حبة كوباية مية. كل مدى نحط بج مية عشان الخلط بتاعنا. المية بتساعد على الفرم اكتر. يعني كل مدى كده تحطي حبة مية بس على ايه، على كل ما بتيجي تفرم. يعني انت فرمتي شوية تحطي شوية، لو حطيتيهم كلهم مع بعض حطي شوية صغيرة. ماشي، يعني انت لو كبتك صغيرة زي بتاعتي كل ما تيجي تفرم شوية تحط شوية شوية مية صغيرة. هنفرم الخليط بتاعنا حلو، هنخليها ناعمة خالص. ماشي يا حبايبي. ده البانيه بأمانة روعة، تعملي لأولادك وهم رايحين المدرسة، او في اليوم كده ما عندكيش غدا او عشاء، تطلعيه من الفريزر. الحاجة طول ما عندك حاجة في الفريزر ما تشيلش هم، في اي وقت هتطلع اكل وهتعمليه. مش شايفين هنا فرمناها خلص ناعمة. هنخلص الكمية كلها وهنرجع مع بعض تاني عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. هنا فرمنا الكمية كلها، شايفينها حلوة ازاي وناعمة، ناعمة خالص ومتماسكة. شايفين حبايب قلبي. وعندنا هنا مية عشان لما نيجي نفرد. وده كريسبي بنجيبه من العطار، تروحوا تقولوا عايزة كريسبي بتاع البانيه. ده الغلاف اللي من برا. وهنا مية عشان لو ما نعوز نفرد. وهنا ده معلقتين زيت عشان ندهن بها ايدينا. مش يا حبايبي، هنحط شوية زيت كده في ايدينا وهنفرد البانيه بتاعنا.
شايفين؟ هنبططه من فوق وهننزل بزيوة رفيع كده من تحت عشان تدي نفس الشكل بتاع بره بتاع الشركات، او انت عايزة تعمليه عادية كده، يعني اي شكل عشوائي براحتك. بس احنا بنعمله على قد ما بنقدر زي بتاع بره عشان اولادنا ياكلوه، ما يقولكيش اللي انت اشتريتي اللي انت عاملاه في البيت، يعرفوا اللي انت مثلا لو انت مش بتحبي تشتريه من بره تقولوا له ما انا هشتريهولك وتعمليهم انت بطريقه سهله وبسيطه. هو طبعا بتاع بره مش حلو زي اللي انت هتعمليه. بتاع بره كله مواد حافظه متعرفيش معمول ازاي ولا باي حاجه. اما انت في بيتك هتعمل اكلك نظيف وحلو وبطريقة سهلة خالص وبسيطة. شايفين فردنا اول واحدة هنبططها كده من فوق وهننزل بزاوية كده من تحت. شايفين؟ هنعمل مع بعض واحدة تاني عشان اللي اول مرة يعمله. بأمانة طريقة حلوة خالص وسهلة وطعمه ما يتفرقش عن برا. يعني انت لو جبتي مثلا اشتريتي من برا وانت عندك في البيت هتدوقي ده وهتدوقي ده محدش هيفرجه خالص. شايفين؟ هنبططه كده وهننزل بزاوية من تحت سويه على قد ما تقدري. عايزة تعملي بأي شكل انت عايزة تعملي، مش شرط يعني تعملي زي ما انا بعمله، بس انا زي ما قلتلك عشان اولادنا يعرفوا ان انت ايه مشتريه من برا تضحك عليهم. ماشي؟ هو بتاع برا كله مواد حافظة ومش حلو، اما بتاعك انت هتعمليه بطريقة حلوة وتعمليه بكل محبة لأولادك ويطلع بإذن الله معاكي مية مية. شايفين؟ بنبطط وننزل بزاوية. شايفين حبايب قلبي؟ هتبططيها كده من فوق وتنزل بزاوية. هنخلص بقى الكمية احنا مع بعض عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. هنا حبايبي خلصت الكمية كلها، عمل لي 32 قطعة من كيلو، عمل لي 32 قطعة. انا عاملة قطعة كبيرة، يعني انت لو عملت قطعة صغيرة هيطلع لك قطع اكبر. عندنا هنا كريسبي بيجي لنا بشتري من العطار خشن، انا بفرمه شويه نص فرمه كده في الكبه، وباخد قطعه البانيه بحطها في الميه وارجع احطها في الكريسبي. تبططيها كده في الكريسبي، انت اول ما بتحطيه بيمسك على طول. ماشي يا حبيب قلبي؟ شايفينها هنا حلوه ازاي؟ ترجع تحطها تاني في الميه وترجع تحطها تاني في الكريسبي، وهكذا نعمل الطريقه دي كلها. بس اهم حاجة لما تجيب الكريسبي وفرميه في الخلاط عشان بيجي خشن، لازم يتفرم معانا في الخلاط. ها شايفة القطعة حلوة ازاي متماسكة؟ مش زي بتاع برا ولا بتاع برا احلى؟ يلا اعمليه في البيت وقوليلي نفس الطعم بتاع برا ولا لا، ولا بتاع بيت احلى ولا بتاع برا حلو. يلا بس انا واثقة هتعمليه وهتكتبي في الكومنتات اللي هي الطريقة حلوة خالص وسهلة. هنعمل مع بعض واحدة تاني. هناخد قطعة نحطها في المية ونرجع نحطها في الكريسبي وهنبططها في الكريسبي وهنرجع نحطها في المية. هنعملها مرتين كده على حسب ما انت بقى عايزة الغلاف بتاعك. شايفين؟ ماشيين مع بعض خطوة بخطوة عشان اللي لسه ايه اول مرة يعمل. اول ما تحس الكريسبي بتاعك لك كده في من المية، ارجع اضربيه تاني في الخلاط في الكبة بتاعة الخلاط، عشان هو كل ما بتيجي تعمل كمية هتلاقيه مسك كله في بعضه. ارجع كل ما تراجيه كده ارجع افرميه تاني في الخلاط. ماشي يا حبيب قلبي؟ بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجب اولادك، واي حد هياكله منك مش هيعرف بأمانة اللي انت عاملاه في البيت، عشان نفس الطعم ونفس النتيجة بتاعت برا. شايفين؟ انا خلصت الكمية كلها يا حبيب قلبي. الكمية هنحطها في الفريزر شوية عشان تتماسك وهنرجع نكملها مع بعض. على اقل حاجة حطها ساعة ساعتين. عايزة تفرزيها زي ما انت عاملينها كده كل طبقة
بين التانية تحط فيها كيس، يعني نحط شوية وبعد كده ارجع حط كيس وبعد كده تحط فوق الكيس تاني. انا بعد ما طلع من الفريزر شايفينه متمسك ازاي وحلو، وقطع حلوة كبيرة مش صغيرة. انت زي ما قلتلك عايزة تصغر عن كده صغري، بس هي كده قطع حلوة متناسبة. عندنا هنا الصينية فيها زيت، هنحط الزيت يسخن، واول ما الزيت يسخن هنحط البانيه بتاعنا. بأمانة تحفة، جربيها وهتدعيلي في الكومنتات. بأمانة طريقة حلوة خالص خالص خالص، احلى من بتاع برا. اولادك مثلا تعملي لهم سندوتشات الصبح وهم رايحين المدرسة، بدل ما كل يوم جبنة ولانشون، تغيير. مرة جبن بانيه، مرة برجر عملناه قبل كده مع بعض في الفيديو، هتشكلي لهم. ما عندكيش مثلا يوم في البيت غدا هتطلع من الفريزر وهتعمليه، بأمانة حلو خالص خالص خالص، جنب بطاطس وكاتشب بقى ما اقولكيش وبيبس. طريقة حلوة خالص وسهلة ومخدتش وقت، احلى من بتاع بره بكتير. على الاقل انت عارفاه عاملاه ازاي في بيتك بمكونات سهلة وبسيطة. هنا اول ما حطيناه على النار قلبناه، وبعد ما هنقلبه هنوطي النار، نخليها النار ايه وسط، ولا عالية ولا واطي، عشان يستوي معنا حلو ويطلع من قلبه مستوي حلو. شايفين يا حبايبي؟ وزي ما قلت لكم اعمليه في البيت احلى من بتاع بره بكتير. اي حاجة انت هتعملها في البيت بأمانة هتطلع حلوة. على الاقل انت عارفة انت بتعملها ازاي، ومكوناتك ايه، وحاطة ايه، وفراخك بتاعتك غسلها حلو وعاملاها بطريقة حلوة وبكل محبة لأولادك، هتطلع بأمانة تحفة من ايديكي. كل مادة كده هنرجع نقلب معانا، عشان بس حتة محمرة وحتة مش محمرة. شايفين يا حبايب قلبي؟ هنا اللون خدت لون ذهبي الحلو بتاعنا، مش زي بتاع برا ولا لا؟ يلا بقى دوس لايك. هنطلعه صفي حلو من الزيت وهنطلعه. شايفين القطعة حلوة ازاي مش صغيرة؟ انت لو اول مرة هتعمليه هتجربيه مش هتشتري تاني حاجة من برا. اي حاجة هتعمليها انتي تحفة وحلوة. هنكمل باقي الكمية بتاعتنا. انت مثلا اول ما تطلعيه من الفريزر ما تسيبوش يفك، تعمليه على طول، يعني تطلعيه من الفريزر تجلي منه على طول، وتعمل الكمية اللي انت عايزة وارجع اشيليه في الفريزر تاني. او كل طبق حطيه على قد على قد ما انت هتعمل، مثلا هتعمل 6، هتعمل 7، هتعمل 3، في كل طبق كده تحط كمية عشان ما تطلعوش وتنسيه ويفك. اول ما تطلعيه من الفريزر تعمليه على طول. احنا بنعمله مجمد، شايفينه واخد لون الذهب الحلو؟ شايفينه حلو ازاي يا حبايبي؟ بطريقة سهلة خالص. انا عملت كمية صغيرة والباقي هشيله في الفريزر، وكل ما عاوز هطلع اعمل. بتاع الشركات ولا بتاع البيت احلى؟ يلا شايفينه حلو ازاي؟ شايفينه مجرمش من برا وطري من جوا خالص. يلا ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركوا في القناة وفعل الجرس عشان بنعمل كل يوم وصفة جديدة ووصفة احلى من اللي قبلها. شايفينه طري ازاي؟ حلو خالص. يلا مع الف سلامة، اشوفكم في فيديو جديد يا حبيب قلبي.